ناس كتير بتسألني ليه يا دكتور مش بنشوف قبل وبعد وليه مش بنشوف وشوش المرضى. الموضوع معقد يا جماعة والله في جراحة التجميل، يعني إلى الآن قليل جدا جدا جدا، ممكن 1% من المريضات اللي توافق تطلع بوشها، واللي بتوافق تطلع بوشها عادة بتبقى عملية تجميل أنف. لكن مريضة عاملة شد وش، مريضة عاملة تصغير ثدي، عاملة شد بطن، عاملة نحت، كل دول بيرفضوا رفض بات ان هم يطلعوا بوشهم، وساعات بيرفضوا يطلع صوتهم كمان. يعني انتوا بتشوفوني بسجل مع المرضى، باخد الفيدباك منهم بس، وصوتي انا وصوتها من بعيد يعني هي مش باينة، حفاظا على خصوصية المريضة. فما اقدرش اعرض صور لناس قبل وبعد. انا لو سألت اي حد من المتابعين هل تحب تتعرض صورة بطنك او صدرك على السوشيال ميديا، بغض النظر عن فكرة ان السوشيال ميديا هتسمح ان الصور دي تبان على اكونت زي بتاعي فيريفايد واخد العلامة الزرقاء، الكلام ده مبقاش سهل جدا. او من ناحية الحرمانية ان يعني في اجسام عريانة باينة، فيعني ما اعتقدش ان حد هيوافق. والنقطة الاهم فعلا، يعني المريضة لما تيجي تسألني دكتور طب انا عايز اشوف صور، انا بسألها سؤال: طب لو انا عملت لك العملية وصورتك قبل وبعد، حضرتك عندك استعداد افرج صورك على حد تاني؟ بترفض. طيب يعني انتوا بتطلبوا تطلبوا طلبات انتوا نفسكم مش بتعملوها. يكفي ردود افعال المرضى وانبساطهم بالنتيجه والريفيوهات بتاعتهم على الشغل، ويكفي بفضل الله اسمي. شكرا لكم.